مشاهدينا الكرام، ما زلنا مستمرين مع حضراتكم في صباح القاهرة. وفي 25 مايو من كل سنة العالم بيحتفل باليوم العالمي لأفريقيا، وده اليوم اللي بيرمز لوحدة الشعوب الأفريقية وتطلعاتها نحو التنمية والاستقرار والتكامل الاقتصادي والثقافي. تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع بيسعدنا ويشرفنا يكون معنا الدكتور حسام الدين محمود، مدير مركز أفريقيا للتخطيط الاستراتيجي. دكتور حسام، أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب وبخير. اهلا بحضرتك وحضرتك طيب وبخير. اليوم العالمي لأفريقيا ماذا يمثل لشعوب أفريقيا في الوقت الحالي؟ اليوم العالمي لافريقيا هو يعني رمز من رموز القاره الافريقيه، وهو عنوان للوحده. افريقيا دائما شعبها او شعوب الدول الافريقيه بتهتم جدا بمفهوم الوحده. هذا اليوم بيمثل ليها زي شيء من العنوان للوحده، وايضا حاله من التمسك بمفهوم الوحده عندهم منذ القدم. وايضا العالم كمان وهو بيحتفل باليوم دوت بيدي اصرار للشعوب الافريقيه انه ما زال لديهم ما يقدمونه، ما زال لديهم الامكانيه ان هم يتقدموا، ما زال لديهم اللي ممكن يكونوا بيه مميزين عن غيرهم من شعوب القارات المختلفه. هذا اليوم بالرغم من انه يمكن شويه يعني بيمر يعني ببعض شيء من البساطة عند بعض الناس في افريقيا، الا انه الحقيقة بالنسبة للمكون الدولي بيكون ليه تأثير كبير جدا، وعند كتير من الافارقة بيكون ليه رمزية كبيرة. ازاي تطورت فكرة الوحدة الأفريقية من وقت تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية إلى نعم. الاتحاد الأفريقي؟ آه كان في تحديات مختلفة في وقت منظمة الوحدة الافريقية وصولا الى الاتحاد الافريقي. يعني كانت التحديات وقت منظمة الوحدة الافريقية تحديات سياسية، تحديات امنية، تحديات عسكرية. كان ساعتها الشعوب الافريقية تسعى الى التحرر من الاستعمار، مهم. تسعى ان هي تقضي على الفصل العنصري اللي موجود في القارة الافريقية. فكانت تحديات كبيرة على المستوى السياسي والامني، ويعني هذه الجوانب الخاصة بالفصل العنصري تحديدا والاستعمار. مع مجريات العالم وما وصلنا إليه من تحديات مختلفة، زي تحديات اقتصادية، زي تحديات التنمية وخلافه، وصل الأمر أنه لابد من أن يكون هناك آلية مختلفة. هذه الآلية يكون يعني لديها الضوابط اللازمة لتحقيق ده، وبالتالي وصل إلى مفهوم الاتحاد الافريقي لما له من مكونات مؤسسيه، وله وضع مؤسسي مختلف عن منظمه الوحده الافريقيه، حتى يستوعب كل هذا الامر من داخله من اطر اقتصاديه، اطر امنيه وخلاف ذلك. ايه أبرز التحديات من وجهة نظر حضرتك السياسية والاقتصادية اللي بتقابل القارة الأفريقية دلوقتي؟ الحقيقه هي عديده جدا. يعني اكبر التحديات اللي ممكن تكون بتواجه افريقيا هي التحديات الخاصه بتنافس الدول على موارد القاره الافريقيه، واللي بيسمى التنافس الجيوسياسي على موارد القارة الأفريقية. ده على المستوى السياسي والاقتصادي. أيضا من ضمن التحديات الضخمة هو اعتماد القارة الأفريقية بشكل كبير جدا على تصدير المواد الخام والبعد عن التصنيع المحلي. يعني دي إشكالية يعني. ويمكن مصر بالمناسبة سنوات طويلة جدا كان ليها مجموعة مؤتمرات متعلقة بهذا الأمر، خاصة أنه كان مهم أنه يكون في تصنيع محلي داخل إفريقيا وخلاف ذلك. فده من ضمن التحديات الكبيرة. التحدي الثالث والأبرز من برضه المؤثر هو التغيرات المناخية. التغيرات المناخية كانت أحد الأسباب الكبيرة في زيادة حالة التصحر في أفريقيا. مهم. وحسب التقديرات المؤشر الرابع واللي برضه بيكون من ضمن مؤشرات الخطورة هو الإرهاب والجماعات الإرهابية اللي موجودة في الساحل والصحراء واللي موجودة في القرن الإفريقي. هذه طبعا من ضمن المؤثرات السلبية التحديات جدا صحيح. جدا جدا. يعني لو حبيت أسأل حضرتك على ازاي القارة تستفيد من مواردها وتحقق تنمية مستدامة، هيبقى جزء منها قصة ان احنا القارة بتصدر المواد الخام وليست تصنع هذه المواد، لان فرق التكلفة، فرق السعر لو انت صدرت مواد مصنعة طبعا اعلى بكتير طبعا من طبعا طبعا. انك تصدر مادة خام وترجع تاني تستوردها تستورد. نعم كمنتج نعم نعم نهائي. ازاي نعم. كمان ممكن القارة تستفيد من الموارد لتحقيق تنمية مستدامة؟ هو الأمر يحتاج إلى معالجة. المعالجة دي تتلخص في إنه يكون في
بنية تحتية مناسبة لمسألة التصنيع. يعني هي الفكرة مش مجرد انه يكون في إرادة انه القارة الافريقية يعني تحقق تصنيع محلي. اكيد ده متوفر واكيد هم عايزين يعملوا ده، لكن الاشكالية في ضعف البنية التحتية. مفيش بنية تحتية مناسبة لإقامة مصانع من هذه النوعيات، او طرق مثلا انها تنقل بضائع. في اشكاليات في الاعفاءات الجمركية ما بين الدول وبعضها البعض، ودي اشكالية كبيرة جدا الى الان ما زالت تحقق يعني جزء كبير من العوائق. يعني ايضا مشكلة في الطاقة، يعني ما زال الاعتماد على الطاقة بشكل كبير، الطاقة يعني الغير نظيفة وكمان غير متوفرة بالشكل المناسب لاحتياجات التصنيع. ايضا يعني كان من المفترض انه خلال السنوات الاخيرة او العقد الاخير انه يكون في ربط ما بين الدول الافريقية القريبة من بعضها البعض، ربط طرق يعني وتحقيق لوجستيات. ده ما مش متوفر مع الأسف حاليا، بجانب أنه إلى الآن ما زالت معطلة منطقة التجارة الحرة، واتفاقية التجارة الحرة ما زالت خارج إطار التنفيذ، ودي إشكالية كبيرة جدا جدا. وأعتقد أن هي خلال العقد الأخير لو كانت دخلت حيز التنفيذ كانت المسألة هتبقى مختلفة جدا. من وجهة نظر أخرى، كيف ترى دور الشباب الإفريقي في وضع أو في تحقيق تنمية حقيقية؟ الشباب الإفريقي هو المكون، يعني تقدر تقول الأبرز في إفريقيا، وهو الجيل اللي ممكن يتحول بإفريقيا إلى مستوى آخر. الشباب هو الذي يملك الابتكار الحقيقة، يعني هو اللي ممكن تستثمر فيه في إطار الجوانب المهنية، هو اللي تقدر تستثمر فيه في التعليم الحديث، هو اللي تقدر تستثمر فيه في التحول بقى الرقمي والإبداع والابتكار وريادة الأعمال. كل ده بجانب انه حتى معالجة التغيرات المناخية، معالجة الجفاف، معالجة الزراعة، التصنيع المحلي البسيط من أول تدرجاته، كل ده يحتاج إلى شباب ويحتاج إلى إبداع ويحتاج إلى من ينفذ مسألة ريادة الأعمال. فأنا أتصور إنه يعني ده مهم جدا ومطلوب إشراكهم، لكن مع الأسف، في حالة من تغييب الشباب داخل إفريقيا آه، على اكتر من جانب. تغييب ده في انه مش يعني مش شرط انه يكون على المستوى السياسي، لانه مش الجميع مهتم بالسياسة، لكن التغييب ده في جوانب انه غير موجود وغير مشترك في الشكل المؤسسي بالنسبة للدول، ومش موجود كمان بالنسبة لي يعني عملية صنع القرار الصناعي او التجاري او الاستثماري. ده في حالة كبيرة من الغياب فيه، واعتقد بسبب ده في تراجع في حركة التقدم في مثل هذه المجالات. طيب، عندنا جزء مهم أيضا متعلق بالتحديات المتعلقة بالأمن المائي والأمن الغذائي للقارة الأفريقية. إيه أبرز التحديات؟ التغيرات المناخية. التغيرات المناخية تسببت بشكل واضح في مجموعة حاجات، ودي لازم نقولها يعني باستفاضة. يعني كانت سبب كبير في انها تحقق تصحر. عوامل التغيرات المناخية أثرت بشكل كبير على انه يكون في حاجة بيسموها في التغيرات المناخية الهجرة المناخية. مم. لانه بقى في مثلا اصحاب مراعي واصحاب زراعات، لمجرد انه الارض تحولت الى صحراء بدأ ان هو يهاجر حتى من قرية الى قرية ومن مدينة الى مدينة ومن دولة الى دولة. فبقى في اشكالية في هذا الجانب، انه بقى في تراجع في معدل الانتاج الزراعي، تراجع في معدلات المراعي بكل تصنيفاتها، فاصبح في اشكالية. وفي نفس الوقت ده برضه مشتبك في عمليات الارهاب، بمعنى انه وكان في واحد الكتب اللي انا اصدرتها في السنوات الاخيره متعلقه بهذا الجانب، انه احد الدول تحديدا في الساحل والصحراء زاد لديها حركه الارهاب بسبب انه الارهاب بدا ان هو يستقطب هؤلاء الناس المزارعين وابنائهم مم. والرعاة وابنائهم، لان هم ما بقاش عندهم وظيفه وما بقاش عندهم دخل، وبقوا ينتقلوا من مدينه الى اخرى. بجانب انه هذه الجماعات المسلحة الارهابية اصبحت تسيطر على الانهار العابرة للقارات، فبالتالي بقت هي مسيطرة على الموارد دي. من ضمن التحديات ايضا اللي لسه اشرت اليه حالا هو الانهار العابرة
للدول او العابرة للحدود. تمام. تجد انه هناك سيطرة من فصيل على الاخر. فطبعا يعني في اعتقادي انه التحديات متعلقة بالتغيرات المناخية، التصحر، الارهاب، له تأثير. لأنه وليكن على سبيل المثال دولة زي النيجر وتشاد، بحيرة تشاد بتربط ما بينهم. من ضمن المساوئ انه في سيطرة كاملة في جزء كبير منها يرجع الى الجماعات الارهابية. فده طبعا من ضمن التحديات، لانه مورد هام زي كده طبعا السيطرة عليه من خارج اطر الدول هناك. طبعا دي من ضمن الاشكاليات. ومن ضمن كمان الاشكاليات انه ما زال التعامل فيما يتعلق باستخدام المياه واستخدام الزراعة ما زال بالطرق التقليدية القديمة. يعني ما زالت المياه هناك ما فيش أي تعاملات فيما يخص الطاقة النظيفة مثلا، ما فيش تعاملات فيما يخص أنه يكون الري على سبيل المثال في الزراعة يرجع إلى الري الحديث. لا، ما زال الري بالطرق التقليدية مم. القديمة يعني. ازاي حضرتك شايف المبادرات المصرية بتساهم في دعم العلاقات مع الدول المختلفة في القارة؟ آه، افريقيا بالنسبة لمصر هامة جدا، وهي من ضمن الدوائر المؤثرة في علاقاتها الخارجية. مم. وخلال السنوات الأخيرة الحقيقة مصر كان اهتماماتها يعني كبيرة. وخليني أقول لك إنه لكل مرحلة تداعياتها. يعني مرحلة ما كان لنا اهتمامات سياسية بحتة بإفريقيا، اهتمامات ثقافية، اهتمامات متعلقة بمواجهة الإرهاب في إفريقيا والمساندة في الجوانب الأمنية. فالنهاردة بقينا نعمل كل ده. يعني النهاردة في حالة من المشاركة في كل هذه المكونات. مصر علاقات ثنائية على مستوى كبير جدا. لسه من أسبوع كان في زيارة لوزير الخارجية المصري ووزير الصناعة في إريتريا لعقد مجموعة من الشراكات، وكان معاهم مجموعة من رجال الأعمال المصريين أصحاب الشركات المؤثرة في إفريقيا لتحقيق مشروعات جديدة. وفي بالفعل مشروعات قائمة. فمصر دايما عنوانها في افريقيا في المرحله اللي احنا فيها هو مشروعات البنيه التحتيه اللي مصر حققتها ومشروعات الطاقه. بتحاول انه تنقل الشكل الايجابي ده لافريقيا، بحيث انه يعني انا اعتقد انه القاره الافريقيه لو قدرت ان هي بعض الدول على الاقل اللي فيها امكانيات قريبه من مصر ان هي تتعامل بشكل جيد وتبدأ في تحقيق بنية تحتية وطاقة، أعتقد بشكل كبير ده هيبقى يعني مهم. بجانب طبعا أنه على مستويات أخرى مصر لها دور كبير في تطوير الاتحاد الإفريقي ودعم الدول اللي هي بتواجه الإرهاب. ومصر دايما متصدرة في جزئية الدولة الوطنية، وانه لابد ان تتمسك الدول الافريقيه بمنطق الدول الوطنيه. طيب اخيرا يا دكتور حسام، ازاي ممكن تكون شايف دور القوى الناعمة ودور الاعلام المصري في رفع الوعي بهذه القضية؟ انا اتصور احنا في مصر الحقيقه برضو مؤثرين في هذا الجانب بشكل ايجابي. في يوم زي 25 مايو يعني بتجد انه مصر دايما تتحدث عن افريقيا، ولكن عندي رساله مهمه انه لابد ان نتحدث عن افريقيا بالشكل اللي دايما يقول ان فيها كتير من النجاحات، وده موجود. مش محتاجين ان احنا نصدر عن افريقيا انه فيها كتير من الازمات. عايزين يعني هذا الجانب ننحيه جانبا. الامر الاخر نحاول نوصل فكرة ايجابية للشباب عن انه افريقيا يعني من الممكن انه يكون فيها شراكات جيدة على مستوى الشباب تحديدا، لانه الدول بشكل كبير يعني في حالة من العلاقات القوية. لكن محتاجين الشباب اللي ممكن يكون عنده فرص في ريادة الاعمال ان هو ينظر الى افريقيا بشكل اقرب، لان هي الاقرب اليه. لان هي الاخر ولا. شكرا جزيلا دكتور حسام الدين محمود، مدير مركز افريقيا للتخطيط الاستراتيجي. كل سنه وحضرتك طيب وبخير يا فندم. وحضرتك طيب، شكرا شكرا جزيلا. جزيلا على الاستضافة. هنطلع لفاصل قصير ونرجع تاني نكمل معاكم في صباح القاهره، خليكم معانا.